السلام عليكم. لو قلت لك ان الفيديو اللي انت شايفه ده كله معمول بس بتابلت ومش اي تابلت، تابلت مدرسة اي 6 بس، هتصدقني؟ طيب انا بقول لك كده ليه؟ او ليه يعني؟ ما عندي الكاميرا وعندي اللاب وعندي كل حاجة، ولكن بقول لك ان انت ممكن بحاجة واحدة او بأبسط الامكانيات تقدر تعمل شغل زي ده واحسن من ده. طب انا عايزك برضو تعمل كده ليه؟ هل عشان تتفرج على الفيديو بتاعي؟ لا، انا عايزك تعمل كده عشان حضرتك ما تستناش الامكانيات. اي حاجة قدامك اشتغل بيها، قول، اشرح، وريهم انت بتشرح ازاي وتعرف تشرح ازاي وامكانياتك ايه بأبسط الامكانيات. ما تستناش اصلا اجيب تابلت ثمنه كذا، لا، المتاح معاك ابسط حاجه اشتغل بيها، معاك اعلى حاجه وربنا يكرمك ويوسع عليك اشتغل بيها. المهم لازم تقدم. لازم تقدم ايه؟ قدم اللي عندك علشان ربنا يزيدك في العلم ده، لازم تقدمه. طبعا تعالى بقى معايا، انت عايز تعرف احنا عملنا ده ازاي او بشتغل كده ازاي بالطريقه دي؟ هقول لك بطريقه سهله وبسيطه جدا. لا هتحتاج بقى برامج كتير، ولا هتحتاج لاب، ولا هتحتاج الكلام ده كله، ولكن خليك معايا هقول لك ازاي. بص كده، ده التابلت بتاعي عادي جدا. التابلت عادي جدا بتاعي ده هو تابلت اي 6 عادي جدا، اللي هو اقل حاجه من تابلت المدرسه، عشان اقول لك ان احنا ممكن نشتغل باي حاجه. تمام. هحتاج منك تنزل كام تطبيق. بص يا سيدي، التطبيقات اللي انا عايزها منك، اول تطبيق وهو تطبيق تفتح بيه البي دي اف وتشتغل عليه، مثلا وليكن اكزودا. لو انت معاك مثلا وهتدفع وزي الفل، فاحنا معانا تطبيق تاني اللي هو ده. والتطبيق ده انكريدبل برو، هتلاقيه ممكن 390 جنيه، امكانياته كويسه، ده اللي انا بشتغل عليه. يبقى انا هنزل اول حاجه تطبيق تشتغل عليه، تفتح عليه البي دي اف. سهل ده بقى طبعا. ازاي؟ تدخل على جوجل بلاي، من اساميهم اللي مكتوبه قدامك على الشاشه تقدر عادي تشغل. إيه اللي بعديه؟ تطبيق اسمه فلوتنج ابس. فلوتنج ابس. التالت تطبيق معانا وهو اي زد سكرين ريكوردر، ده اللي هيسجل الشاشه. لحد هنا كده تمام وزي الفل معايا؟ خلاص كده، خلصت وزي الفل وسطبت تطبيقاتك اللي احنا قلنا عليها، الثلاثه دول. اه تعالى بقى اوريك هنفتح ازاي. الكاميرا اللي انت شايفنا منها ديت وهي كاميرا ايزي سكرين ريكورد، هقفلها وهفتحها معاك تاني بسرعه عشان تعرف هي بتشتغل ازاي. بص انت مركز معايا، ادي ايزي سكرين ريكوردر، ضغطت عليه ماشي، مفيش مشكله. نزل فيها، ادي الادوات بتاعته ماشي، ادي الكاميرا. بس كده هو فتح لي الكاميرا على طول كده. اذا هتلاقي في الايقونه العايمه ده، لو انت آه، كانت الايقونه العايمه لان انا بسجل، هتلاقي في الايقونه العايمه الادوات اللي انت برضه هتلاقيها في شريط اهيت. في شريط، ادي شريط الادوات. في شريط الاشعارات، نزل ادي صندوق الادوات. خلاص، اختار الكاميرا، اخترت الكاميرا، فالكاميرا طلعت قدامك زي ما انت شايف كده. يبقى انا كده فتحت الكاميرا، جميل. هفتح كمان معايا تطبيق الخاص بي. ادي التطبيق اللي انا هكتب فيه انا مثلا انكريدبل، اللي انا كنت بشرح فيه مثلا. ادي انكريدبل اللي انا بشرح فيه. خلاص كده، حلو. اللي انا فاتح عليه بي دي اف، واحنا قلنا ازاي اصلا نعمل الصفحات ديت، الواجهه بتاعتنا دي كده بالشكل اللي قدامك ده، علشان تقدر دي نخليها كده. اعمل ازاي الملف بتاعي ده اللي انا هشرح عليه، قلناها قبل كده ازاي نعمله. تمام زي الفل. نزل لي التطبيق ده. يعني ايه نزله؟ خليه تحت، نركز بقى. شايف كده؟ دي صفحه شاشه رئيسيه من الشاشات بتاعت التابلت، فاضيه. انا اعملها صفحه رئيسيه فاضيه ما فيهاش اي تطبيقات، ما فيهاش اي حاجه، زي ما انت شايف كده. اعمل ايه بقى؟ بص، هتضغط وتغير لي الشاشه، هغير خلفيه الشاشه الرئيسيه. تركز كويس جدا. حاطط لك انا سايب صوره معايا، صوره، وهي الصوره دي مثلا. فالصوره دي انا هختارها، اللي انا اعملها لك دي صوره هختارها عشان احطها كشاشه رئيسيه. ايه ده؟ صوره الفريم اللي انا هشتغل عليه هو ده. بس جميل يا استاذ. اعملها ضبط كخلفيه، ضبطتها كخلفيه بس كده. بس بالبساطه دي. اه بص كده، ادي تطبيقاتي. ايه ده؟ انا عملتها خلفيه، ادي تطبيقاتي. عادي جدا. بقت كده الشاشه الرئيسيه. دي الكاميرا اللي احنا فتحناها من مين؟ ايه زد سكرين ريكوردر، اللي هي الكاميرا الاماميه اللي انا مشغلها. ايه ده؟ حطيتها في المكان ده. حلو. في ايه تاني يا استاذ؟ نركز كده. في تطبيقات انا سايبها مفتوحه، ايوه، اللي بيشتغل في البي دي اف. اضغط بصبعك عليه، ضغطت بصبعي عليه، هيقول لي حط هنا الاسقاط. عملت له اسقاط. هو الاسقاط ده جه منين؟ الاسقاط ده جه من البرنامج بتاع الفلوتنج ابس. هو اللي بيديني الخاصيه دي ان انا اعمل فلوتنج او فلوت للتطبيق اللي انا هكتب عليه، فاصبح تطبيق عائم اهو. فهكبره كده، ركز. هجيبه هنا كده، ايوه.
امسك من عند الكورنر بتاعه وبشد على قد السبوره اللي انا عاملها في الفريم اللي هيطلع لي بالشكل ده زي ما انت شايف كده. بس كده خلاص. ايوه بس ادي معايا صفحتي اللي انا هكتب فيها زي الفل. ابدا بقى اسجل الدرس بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. درس النهارده بسم الله هنتكلم على الجهاز الهيكلي. مثلا ادي الجهاز الهيكلي. اشرح بقى زي الفل. نقطه ناخد بالنا منها، المتعب هنا هيبقى حاجه واحده، ان التابلت انت شايفني دي الكاميرا الاماميه بتاع التابلت، ان انا بكتب على التابلت والتابلت محطوط كده على سيفه، فانا بكتب عليه وكانه سبوره واقف، يعني مش مايل زي ما بنكتب، لا. هو المتعب بس ان هو هيبقى واقف على سيفه عشان الكاميرا الاماميه تشتغل في نفس الوقت بتاع تابلت. بقى تليفون انت تقدر تستخدم تابلت اي 6 كاميرته وحشه زي ما انت شايف، ولكن قضت الغرض ان انا بعمل الفيديو عادي واشرح جدا. ولو هحل وعامل فيديو مخصوص تقريبا 40 دقيقه كامله بشرح فيه وبحل فيه كتاب مثلا امتحان الطلبه عندي 40 دقيقه بنفس الطريقه، وعامل فيديوهات تانية كتير بنفس الطريقه، اللي هو ان انا موجود في اي مكان معيش غير التابلت هعمل ايه؟ هصور بيه وهرفع على طول. علشان كده اشتغل ما توقفش، ما تخليش حاجه تعطلك. بنفس الطريقه انت ممكن تفتح جوجل ميت وزوم وتشير الشاشه دي كلها، بقى بشير الشاشه باللي انا بكتب عليه بالكاميرا بتاعتي بكله، كل حاجه بشيرها. جوجل ميت نفس الكلام، جاي مشير فاتح عامل لينك جديد ومشير الشاشه دي كلها. مش هفتح الكاميرا، لا، ما هو في كاميرا مفتوحه اصلا قدامك اهيت اللي هي الكاميرا بتاعت اي زد سكرين ريكورد. خلصت وقف التسجيل بتاعك خلاص اهوت. اوقف التسجيل وكده تمام قفلنا. الغرض زي ما قلنا انا بعمل كده لغرض معين، ان هو انت اشتغل باي حاجه، اطلع قول سؤال كل يوم، معلومه تقدر تشرح لنا اي حاجه، تخطط حاجه وتعرفها ليك للطلب لينا للطلبه لاي حد. المهم انقل العلم وانشر علم اللي عندك وذاكر كويس واجتهد وانقل العلم وما تنحرجش، اطلع باي شكل كان. الكاميرا وحشه معلش، ولكن مش مهم الجزء بتاع ان انا شكلي مش طالع احسن حاجه والكاميرا يعني ضعيفه، مش مهم. المهم المعلومه اللي انا هديها للطالب والطريقه اللي انا هديها للطالب هي دي اللي تهم. المعلومه هي دي اللي باقيه، مش شكلي ده اللي باقي وان شكل الكاميرا كان لا. فانت اطلع. طب ايه اهميتها؟ ما انا ممكن اسجل الشاشه بس، ممكن، ولكن التفاعل لما بيكون مع الوجه والطالب يشوف تعابير وشك وازاي انت بتشاور له بتكلمه، ده افضل بكتير من ان انت تصور بس الشاشه. يعني حتى لو بوشي والكاميرا مش افضل حاجه زي ما انت شايف، ولكن ده لازم الطالب يشوف ده عشان يشوف تعبير وشك ويبقى فيه تواصل الى حد ما معاه، فشايف اللي بيكلمه بيقول ايه، شايف تعبير وشه، شايف بيتكلم ازاي، بيشاور له على ايه، بيقول له ركز فين. زائد ان في حاجه اسمها لو انت بتشرح بس بتصور الشاشه بس بدون ما بتصور وشك، بيبقى في سكتات. يعني انت بتكون بتكتب فهو الطالب ايه السكوت ده، ولكن لما تكون انت شايفني وانا بكتب او انا بتحرك فخلاص هو عينه مشغوله معايا اثناء ما انا ساكت، الكلام وقف ولكن في حركه تانيه. ما يبقاش سكوت صوت وفي نفس الوقت سكوت حركه، مفيش اي حركه قدامه، فده هيخليه يمل. لذلك يكون تطلع بوشك باي امكانيات تليفون. الطريقه دي تنفع مع التليفون، تنفع وهتكون الكاميرا في التليفون افضل بكتير من كاميرا التابلت التعبانه دي. ولكن لازم تليفونك يكون بيتدور بالعرض، يعني في خاصيه ان الشاشه الرئيسيه تكون لاندسكيب، تكون بالعرض علشان تقدر تستخدم الطريقه دي. بالتوفيق.